مع أجواء الاحتفالات بالكريسماس والسنة الجديدة، حبيت أقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وكمان أحتفل بيه معاكم. النهاردة أول وصفة من وصفات الكريسماس، هنعمل مع بعض الكوكيز الحلوة جدا بتاعة الكريسماس. يعني لما ولادنا بيشوفوها بيبقوا مبسوطين قوي، ويا سلام كمان لو هيعملوها معانا، حتى لو هيقطعوا او بس حاجات بسيطة، بس وجودها في البيت والاشكال اللي انتوا شايفينها الحلوة دي بتضيف بهجة وسرور على البيت كله. وزي ما هم بيشوفوها بره في المحلات، لا احنا نعملها في البيت ونخليهم يعملوها معانا كمان. يلا بينا نبدأ بالطريقة. اول حاجة انا عندي كوباية زبدة. الزبدة طبعا لازم تكون طرية في درجة حرارة الغرفة. تمام، هنزل بيها وهستخدم سكر عادي، انا مش هستخدم في الوصفة دي سكر بودرة. هتشوفوا وصفات فيها سكر بودرة وفيها بيكنج باودر، ودي انا كنت بعملها، بس الصراحة الطريقة دي احلى بكتير من اللي بسكر بودرة. والوصفة التانية سكر بودرة وبيكنج باودر، الطريقة دي مختلفة شوية. تعالوا نشوفها مع بعض. انا ضربت الزبدة مع السكر لحد ما الزبدة هاشت كده وهتكون فلافي. يعني ايه فلافي؟ يعني ايه هايشه؟ لونها يفتح. الزبده في الاول شفتوا كانت صفرة ازاي، بعد كده هتبقى يعني بيضه شويه. ممكن نستخدم المضرب الكهربائي لو عايزين على فكره. هنزل بعد كده ببيضتين، اول بيضه لوحدها واضرب. وما تنسوش بعد كل فتره سواء في الزبده او في البيض نلم الاطراف بالسباتولا، لازم ننزل الاطراف. بصوا انا عايزه اقول لكم، حواء وهي كانت قاعده جنبي وانا بعملها كانت مبسوطه جدا، وكانت بتشارك معايا كل حاجه. يا سلام بقى لو في اطفال اكتر كمان. هحط البيضه التانية، هحط معلقتين كبار فانيليا او معلقه كبيره فانيليا، وهقلب مع بعض. عندي بعد كده بقى لما لازم منزلش بالمكونات الجافه الا لما الزبده والبيض يختلطوا كويس قوي كده مع بعض. اساس نجاح وصفة اي بسكوت او كحك او مقرمشات عموما او كوكيز بتكون نوع الزبدة. كل ما يكون نوع الزبدة افضل هتكون احسن. انا ضفت عندي بقى 4 كوبايات دقيق او ما يعادل 480 جرام، وعليهم 40 جرام نشا، ونص معلقة صغيرة ملح. بصوا يا جماعة، النشا هتخليها ما تفرش في الفرن، دي اول حاجة. تاني حاجة هتديها نعومة تحفة. لو حابين كمان تزودوا لبن بودرة زودوا، بس انا ما زودتش، انا كده بالنسبه لي تمام قوي. بعد ما ضفت الدقيق لميت كده العجينه لم بس، وطبعا الاطراف او الحروف بتاعه العجان لازم انزل الدقيق اللي فيها عشان المقادير ما تتغيرش. انا مش هعجنها، انا يا دوب هلمها لم كده واحطها على بلاستيك راب، وهسويها كده كويس وهفردها فردة بسيطة بالنشابة، واشيلها في التلاجة تقريبا نص ساعة، مش كتير. انا بس عايزة اشيلها في التلاجة علشان وانا بفردها على ورقة الزبدة تمسك نفسها. بصوا نص ساعة وخرجتها، هفكها بقى وهفردها بين ورقتين زبدة. افضل طريقة نفرد بيها الكوكيز او السابلي او اي بسكوت بين ورقتين زبدة، علشان ما نضطرش نرش دقيق كتير والعجينة تنشف مننا. بصوا انا هنا بس جبت النشابه اكبر شويه، انا فردتها كده سمك مناسب. ولازم واحنا بنفردها نشيل ورقه الزبده ونحطها تاني. ليه؟ عشان الجزء اللي تحت الملاصق للكاونتر هيكرمش من الفرد، فعشان كده احنا مش عايزين الكوكيز بتاعتنا تطلع مكرمشه. فلازم نقعد نقلب في الكوكيز اللي هما الورقتين الزبده دول، نقلبهم يعني نقلبها كده كلها على بعض ونرجعها تاني ونشيل الورقه ونحطها. انا شلتها في التلاجة ساعة، من ساعة لساعتين. ليه؟ عشان وانا بقطع الكوكيز تطلع شارب ومظبوطة، ولما اجي احطها في الفرن ما تبقاش سايحة. من نجاح الكوكيز ان احنا او السابلي او اي حاجة من الحاجات دي انها تدخل الفرن ساقعة. انا استخدمت بقى الكوكيز كاتر المدوره عشان اعمل منها شكل سانتا وهوريهولكوا. واستخدمت الكوكيز دي كانت عندي على شكل وش سانتا وبينجوين وسنومان او اللي هو جينجر مان، الحاجات دي والعصايه. طبعا هي لو مش موجوده عندكم انا عشان كده استخدمت معاكم الكوكيز المدوره. ما تشتروش، هنقضي الغرض باي حاجه، هي اصلا شكلها حلو. الكوكيز دي بيجي معاها ستامب، الستامب ده احنا بنطبعه على الكوكيز او على العجينه لو حبينا نزينها بالرويال ايسنج. بصوا اهي شكلها بتبقى محفوره كده، الوش بيبقى محفور عشان تديني علامات امشي بيها بالرويال ايسنج على الكوكيز. انا بصراحه مش هزينها برويال ايسنج، انا هزينها بعجينه السكر. ليه؟ لان هو الرويال ايسنج، بصوا جينجر مان شكله حلو ازاي. الرويال ايسنج بيكون بياض بيض مخلوط بسكر بودره، وانا بصراحه ما بحبوش.
لانه ما تعرضش لاي حراره، بس انا مش بحبه. انما انتوا لو بتحبوه عادي مفيش مشكله. المهم انا دخلت اول صاج على درجه حراره 180، هيقعد حوالي تقريبا تلت ساعه. ولو احنا في الصيف لازم ندخلها التلاجة الاول. بعد بقى ما طلع من الفرن انا قررت العمليه طبعا، واللي بقى انا رجعت فردته تاني وتالت وهكذا. بصوا بقى شكلها كان قمر، ناعمه جدا، ما حسيتش بحبوب سكر خالص تحت ضرسي وانا باكل. شكلها كان تحفه، وطعمها بجد بجد لازم تجربوا الوصفه دي، طعمها كان حلو قوي قوي قوي. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رايكم ايه، واشوفكم الفيديو الجاي في وصفه جديده. بحبكم، باي باي.